السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى خشوا على الحاجة الجامدة، الحاجة الفاخرة من الآخرة. يعني تعالوا شوفوا بقى انا عاملة ايه معاكم النهاردة. عاملة اجمد مقلوبة في البراء. واحمد الله يبارك له الشيف ميدو بقى مساعدني يعني وقلبهولي ماشي، علشان خاطر بصراحة هو كان تقيل وما كنتش قادرة اعمله، فهو قام بالواجب معايا. تمام. شوفوا بقى الجمال والحلاوة اللي محدش بيعرف الحاجات يعمل الحاجات دي غير ام حنين بصراحة. تعالوا بقى نخشوا على الطريقة واقول لكم انا عملتها ازاي، وايه اللي انا عملته، وايه المقادير اللي انا عملتها. ماشي يا حبايبي. آه، اول بس ما تخشوا كده نصلي على النبي كده، واللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناة ام حنين. واللي يشوفني على الفيس يا جماعة ما ينساش يخش لي على قناتي على اليوتيوب، قناة يوميات ام حنين. هتشوفوا فيها وصفات كتيرة قوي وحاجات حلوة قوي هتعجبكم. تمام. وتعملوا له اشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل جديد من قناة ام حنين. ماشي. اهم حاجة تفعيل الجرس واللايك ما تبخلوش عليا باللايك علشان خاطر تكبروا لي صفحتي وتكبروا لي القناة بتاعتي بدعمكم ليا وبحبكم ليا. وان شاء الله كل يوم هنزل لكم حاجة جديدة وهنزل لكم فيديو جديد يا حبايب قلبي تستفادوا منه. وهننزله مع بعض روتينات، وهننزله مع بعض حاجات جامدة بصراحة يعني. ماشي يا حبايبي. يلا بقى نخش ونشوف احنا هنعمله ايه. بصوا هو طريقة المقلوبة بصراحة انا مستخدمة لها بطاطس ومتنجان، بس المتنجان يكون كبير. تمام. متنجان رومي وبطاطس وفلفل اخضر وفلفلة خضراء واللهم صل على النبي وكوسة. ماشي. وجزر، بس الجزر يعني ايه حبيتين من الجزر بس مش كتير. وبانيه وبصل. هي ديت المكونات اللي انا استخدمتها لبرام المقلوبة. انا بخرط دلوقتي قدامكم ايه، بخرط قدامكم البطاطس بعملها حلقات، بس ما تبقاش حلقات رفيعة عشان انا بقليها عشان ما تنشفش مني يا حبايبي. احنا عايزينها تبقى تخينة كده علشان خاطر احنا هنحطها في البرام وهنحمروها وكده عشان تبقى مرملة معانا وحلو. تمام. ودلوقتي يا حبايبي بقى هنبدأوا نعمله الفلفل اهوت. بنقطعه الفلفل اهوت يا حبايبي. تمام. فلفلة كبيرة وفلفل اخضر. ماشي. يعني الوصفة بتاعتنا نعمله فلفلة كبيرة وفلفل اخضر. يعني هي بصراحة فيها كمية خضار ياما وطريقة تحفة، الطريقة حلوة قوي. واخدة في يعني فيها كمية من الخضار، واخدة حديد واخدة نشويات واخدة بروتينات. يعني البرام تحفة والله العظيم. وبعدين البرام اللي انتوا شفتوه ده بيقضي يعني يكفي 10 تنفار ياكلوا ويشبعوا. يعني الكمية كبيرة مش صغيرة. ماشي يا حبايبي. انا بطلع البطاطس قدامك اهوت وبطلعها تكون اللون بتاعها اللون الذهبي، مش غامقة ولا طيبة قوي. يعني ايه, 3/4 تسوية كده. ده الجزر بقى انا بقطعه حتة شرايح خفيفة. يعني الجزر مش ضروري في الوصفة، بس انا حبيت ان انا احطه. بيبقى طعمه كويس وبيدي تسكيرة حلوة للبتاع ده. البانيه بتاعي انا متبله البانيه يا حبايبي. انا جايبه نص كيلو بانيه. ويعني بصوا البرام اللي انا عملته ده كله من نص كيلو بانيه بس. وتبلته تتبيله ازاي. تبلته شويه بهارات، شو بهارات فراخ وشويه كاري وفلفل اسود وشويه الملح واللهم صل وشويه حبهان مطحون. ماشي. انا حطيته دلوقتي يا حبايبي في الصينيه قدامكم وبديله صدمه. يعني انا مش لا بحمره ولا بسويه، انا بديله صدمه خفيفه كده. بيبقى الريحه تحفه، بيبقى طالع طعمه تحفه كانه مشوي، كانها الحاجه مشويه. ماشي. هي صدمه خفيفه بس كده للبنات. تمام. في الطاسه زي ما انتم شايفين بيدي لون وبيدي ريحه حلوه قوي. بعد كده قطعت ايه، بقطع في البصل حلقات يا حبايبي. البصل انا عامله 4 بصلات حلوين كبار. البصل بيبقى حلقات. ماشي.
وكمية البصل بتبقى كبيرة، يعني المقلوبة كمية البصل بتبقى كبيرة. انتوا شفتوا بقى البتنجان يا حبايبي عامل ازاي؟ برضو مش عايزاه لا محروق قوي، مش احمر قوي، ولا عايزاه ابيض يعني نص سوا، لا انا عايزاه اللون بتاعه يكون معقول. تمام. صلوا على النبي يا حبايبي بقى. متنسوش اللايك بقى، متنسوش اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من ام حنين. انا دلوقتي بقلب الطماطم اهيت. انا كنت جايبه طماطم زي ما قلت لكم وبعصجها، وهبقى اعمل لكم فيديو عن طريقه الصلصه انا بعملها ازاي وكده. انا دلوقتي عماله بقلب اهو في البانيه، وعماله بقول لكم الريحه تحفه، الريحه طالعه عليا تحفه، حاجه جميله بصراحه. الريحه بتاعته مع التتبيله كده الريحه طالعه تجوع بصراحه. ماشي. انا حطيت شويه مع البصل معاه. البصل برضو قبل ما بحطه في الوصفه بتاعتي انا بديله صدمه على على النار كده. فالصوص اللي نازل من البانيه انا هحط فيه البصل هحمره. انا دلوقتي بطلع البانيه خلاص كده، خد الصدمه وخد اللون وكده تمام معايا. حطيت حته سمنه للبصل يا حبايبي، وايه هحط كميه البصل بتاعتي كلها. مش هسويه ومش هحمره، لا لا لا، هو بياخد صدمه بسيطه كده يتكرمل بس. يتكرمل بيديله ريحه وبيبقى طعمه تحفه وبيبقى ريحته تحفه. ماشي. انا دلوقتي بقلب البصل اهو، صدمه كده خفيفه له. وده البرام بقى اللي انا هعمل فيه المقلوبة بتاعتي. انا بحطت له برضو شوية دبس رمان على البانيه، حطيت له شوية بيديله مزازة كده وطعم تحفة. بصوا بقى، اهو انا حطيت رق بصل من تحت خالص، رق بصل، رق بطاطس الاول، وبعد كده البصل، وبعد كده طبقة البانيه، وبعد كده طبقة بصل، وبعد كده جزر. ماشي. انا جيت اوريهولكوا الصوره كانت تحت بقى، معلش انا اسفه ما بانتش تمام. انا دلوقتي بقى ايه بقى برص المتنجان في الجناب يا حبايبي بقى. بمسك المتنجان وبمسك الكوسه وبطاطس، وانا برصهم في الجناب بتاعه البرام، او عايزه تعمليه في حله حسب رغبتك انتي، بس هو في البرام بيبقى ريحته حلوه قوي. فانا دلوقتي هقول لكم بقى انا حطيت ايه فوق ايه فوق ايه. انا حطيت طبقه من البصل، وبعد كده حطيت البانيه، وبعد كده حطيت طبقه من البصل تاني، وبعد كده حطيت بطاطس من اللي انا قليها. يعني كله مقلي، مفيش حاجه نيه غير الجزر. تمام. حطيت البصل، وبعد كده بطاطس، وبعد كده كوسه، وبعد كده حطيت الجزر. وبدات ان انا ارص المتنجان بتاعه، هو زي ما انتم شايفين كده، بحط متنجان وبحط كوسه في الجناب، ولازم تطلعي حرف. بصوا يا حبايبي، معلش بقى الرز بتاعي. الرز انا تبلته دول 3 كوبايات رز، حطيت عليهم فلفل وملح وبهارات كبسة وشوية كاري، وقلبتهم جامد جامد جامد. تمام. وحطيتهم في قلب البرام مع الحاجة اللي انا كنت رصاها، ورصيت المتنجان اللي كان طالع على الحرف رصيته عليها، وحطيت له شوية شوربة يا دوب مغطية البرام. ادي النتيجة يا حبايبي. معلش انا حطيته بعد كده في الفرن، شرب ميته ووطيت عليه لحد ما اتلد. دي النتيجة. طعمه تحفة بصراحة، والكمية رهيبة، وواخد بصوا كمية خضار حلوة قوي. ما قبل ما انسى، ما تنسوش لايكات تشجيعية ليكم للشيف احمد. ده احمد ابني، اول مرة يطلع معايا في فيديو بصراحة، ساعدني عشان البرام كان تقيل. فتشجيع لاحمد بقى، عايزه لايكات جامد النهارده عشان نشجعه، عشان يبان معايا. هيعمل لكم حلويات ويعمل لكم حاجات كتير. تمام. وجربوا الطريقه مش هتنسوها. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.